بتاكل وانت مش جعان؟ بتضيع وقت على الموبايل والجيمز او تعمل اي حاجة عشان تهرب من التفكير؟ تفكيرك مشوش وبتنسى كتير؟ بتتوتر كل ما تفتكر اللي وراك وبقيت متردد ومش واثق في نفسك زي الاول؟ مش عايز او مش عارف تبدأ تعمل شغلك ولا حاسس بالانجاز زي ما كنت بتحس قبل كده؟ على طول تعبان ومرهق ومع ذلك مش عارف تنام كويس؟ مش عارف تتواصل مع اللي حواليك ولا متحمل تتعامل مع حد؟ ممكن يكون ده بيرن اوت، احتراق نفسي. معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري واستاذة صحة نفسية بجامعة اسكندرية. لا، مش شرط يكون تكتئب، ولا انت مش كسلان. ده ممكن جدا يكون احتراق نفسي، انهاك او ارهاق شديد جدا، بيرن اوت. وبيحصل في الشغل، يعني ارهاق مهني. ممكن طبعا يحصل ارهاق واوفر لست بيت او شخص بيعتني باسرته مع المهام الكتير اللي عليه يعملها وكتر المسؤوليات والشغل جوه البيت. رغم ان ده مش البيرن اوت حسب تعريف الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ديزيزز ICD 11th version، إلا إن في أبحاث بدأت تكتشف ما يشابهه في أنواع الجهد المختلفة والدراسة. ومش هستغرب لو ضموا كل أنواع الشغل والجهد ده لأسباب الاحتراق النفسي. والاحتراق النفسي مش حاجة نادرة، بالعكس الأبحاث والأرقام بتقول إن واحد من كل 3 أشخاص مر بيه في وقت ما خلال حياته. الأعراض بتشبه جدا الاكتئاب زي ما قلت، وعشان كده مهم جدا ناخد بالنا منها قبل ما توصل لاكتئاب أو قلق مرضي أو حتى مرض جسدي زي أمراض ضغط الدم والقلب والقولون وغيرهم. أهم علامات البيرن اوت واللي بتفرقه من الأوفرويلمينج أو الستريس الشديد إنه حسب التعريف ضغط مبالغ فيه وشعور بالإرهاق الشديد ما تمش إدارته بنجاح في مكان الشغل، بس وارد تحس بده بره الشغل. المهم إنه فيه 3 أعراض أساسية. واحد، الشعور بالإجهاد النفسي الكامل والاستنزاف. عارف لما يكون في حاجات كتير متكومة فوق بعض وتيجي ريشة تقف عليهم فيقعوا كلهم؟ هو ده الإحساس. اتنين، الانفصال عن الواقع، عن الشغل وعن الناس اللي حواليك. تلاتة، عدم الشعور بالإنجاز ولا الشعور بالكفاءة في الشغل، اللي هو خلاص مفيش حاجة فارقة. أسباب البيرن اوت أو الاحتراق النفسي ممكن تكون الضغط المستمر وعدم كفاية الراحة، أو الراحة دي مش بطريقة سليمة. ممكن ما يكونش في تقدير كافي، مفيش وضوح انت دورك ايه وهيخلص امتى. بيئة العمل سامة سواء من المديرين أو المشرفين أو الزملاء. ممكن كمان يكون مفيش دعم كافي، التواصل معدوم، الروتين ممل، مفيش تطور واضح. ممكن يكون في مبالغة في الإصرار على تحقيق المثالية، أو شغلك متعارض مع قناعاتك وقيمك. اللي بيحصل باختصار انك بسبب الضغط المستمر عقلك وجسمك بيعتبروا ان الوضع ده طبيعي، فمش بيسمح لك بالاسترخاء. ولانه وضع خطر اللي انت بتعيش فيه ده مش مصمم لوقت طويل، فبيكون مجهد ذهنيا وجسديا، وانت مش واخد بالك من ده. مضطر تكمل فتبدأ تنفصل عن الشعور ده تلقائيا وتنغمس في سلوكيات غلط مش مقصودة، سواء كانت الأكل وانت مش جعان، الموبايل، السوشيال ميديا، الجيمز المدة الطويلة، وكل الدايرة المغلقة دي اللي بتأدي لبعض. بتقول انك حاولت تطلع من الدايرة دي، بتحاول تنظم أكلك ونومك وتاخد أجازة وبرضه مش حاسس انك ارتحت. ده مش معناه انك مش محتاج تهتم بنفسك أكتر. اعرف بس انت محتاج ايه. مش كل أجازة تنفع مع أي حد ولا في أي وقت. أجازة كلها نوم لمدة أسبوع طيب، خروج مع ناس قريبين، رحلة طويلة وتجديد كبير، يمكن شوية من كل حاجة. لو شايف إنك مضغوط ووصلت للاحتراق النفسي، في 6 حاجات تعملهم عشان تتعافى منه. واحد، ممكن تكون فاكر انك بتاخد اجازة او راحة، احتياج اكيد فعلا، بس انت مش حاضر في راحتك، مش مرتاح بجد. جسمك يبدو مش بيعمل حاجة بس دماغك شغالة، فكل حاجة بتقلق وتخض وتخوف. الحل هنا هو المايندفولنس، تمارين اليقظة. تركز في الحاضر هنا ودلوقتي، مش اي فكرة تاخدك وتجهدك معاها. اتنين، البريك أساسي حتى لو وقتك ضيق، مش ضروري يكون طويل. ابدأ براحة بسيطة حتى لو دقايق كل ساعة أو ساعة إلا ربع، زي ما تقدر، بس ما تصممش تكمل وانت مش قادر. تلاتة، ركز ايه اللي ناقصك من احتياجاتك النفسية. محدش هيقول لا للأجازة، بس زي ما قلنا مش دايما الحل في الأجازة. انت ايه أولوياتك؟ تقضي وقت مع ناس بتحبهم وترتاح لهم، تتكلم معهم، تحضنهم. فما تحطش كل أملك في الأجازة عشان ما تحسش بالإحباط لو رجعت منها لسه تعبان. 4، اعرف الحدود الصحية بين احتياجاتك ومسؤولياتك، وبين مسؤولياتك ومسؤوليات غيرك اللي هي مش شغلتك أصلا. في حاجات نقدر نتحكم فيها وفي حاجات مش هتقدر تتحكم فيها ولا تغير، هتهدر طاقتك ولا حاجة هتتغير. فرق بين دي ودي. 5، المشاكل مش هتحل نفسها، بس التفكير فيها 24 ساعة كمان مش هيحلها. حدد وقت حتى لو ساعة في اليوم واقعد اكتب المشاكل والحلول وازاي وامتى ممكن تبدأ تنفذها.
لو محتاج مساعدة من حد اطلبها، وطبعا لو محتاج مساعدة بروفيشنال من طبيب ده ما يخليكش ضعيف ولا مقصر، بالعكس دي قوة وهو اختيار يستحق انك تفكر فيه. 6. تمارين الاسترخاء، ومن أبسطها من تنظيم النفس لحد التأمل واليوجا أكيد هتفيدك وتنقل جهازك العصبي من الخطر للأمان. ما تعتبرهاش تضييع وقت، لأن الإرهاق كده كده هيبطئ أدائك، فأنت لو أهدى هتركز أكتر وأدائك يكون أدق وأحسن. ابدأ حالا، تقدر تغير حاجة.